السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم وحشونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة هتكلم عن 7 حاجات هيسهلوا عليك التربية لو عملتهم او لو انت بتعملهم. 7 حاجات هقول لك عليهم انا بعملهم، انا شخصيا بعملهم، هيسهلوا عليك جدا جدا في حاجات كتير قوي في امور التربية. طبعا التعليقات مفتوحة، اي حد عنده حاجات تسهل علينا التربية برضو يكتبها لنا في التعليقات، الكل يستفاد. تمام؟ هنبدأ بأول شيء، بس قبل ما نبدأ اعمل لنا لايك للفيديو. الناس اللي بتحبنا تعمل لايك. الحاجة الأولى اللي هتسهل عليك التربية هنبدأ من البيضة. أول ما الحمامة تبيض اكتب عليها تاريخ. طبعا هيظهر لك بالمقلوب، معلش هي دي 28/6. تمام؟ أول ما الحمامة تبيض البيضة بكتب عليها التاريخ، وبجيب الكراسة او الورقة اللي بيكون ناس لازقاها كده على السلكة، اكتب برضو عليها رقم السلكة دي، مثلا دي رقم 10، اكتب رقم 10 باضت يوم كذا. فوائدها ايه الحكاية دي؟ الموضوع ده هيسهل عليك انك تعرف البيضة هتفقس امتى، هتقدر تكشف على البيض بعد 7 ايام، هتعرف هتمسك البيضة وتكشف عليها بعد 7 ايام. يعني دي 28، اجي يوم 5 في الشهر اللي جاي، بقى كده بعد مر 7 ايام اكشف على البيضة بالكشاف، اعرف انها فارغة او مخصبة، يبقى هنا عرفت من البيضة. طب ليه بكتب في الكراسة؟ بكتب في الكراسة علشان اتابع العشوش، يعني القص ده اعرف بشغله عامل ازاي على مدار الشهور، على مدار السنة كلها. لكن على البيضة اشوفها كده، ما اقعدش كل شوية افتح الكراسة وابص. خلاص انا ببص تحت الحمامة اشوف البيضة عاملة ايه، اتابع العشوش من غير ما ابص على الكراسة او على الورقة، ما اقعدش ابص عليها. فده هيسهل عليك كتير جدا موضوع ان انت تكتب. على فكرة الكتابة بقلم فلوماستر اهوت، ما تخافش على البيضة، مش هيجرى لها اي شيء، مش هتبوظ ولا حاجة. الناس اللي بتخاف تمسك البيض او كده اكتب ما تخافش، طالما قشرة البيضة سليمة والقشرة مش رقيقة يبقى ما تخافش، واكتب عادي ما فيش اي مشكلة. الحاجة التانية اللي هتسهل عليك برضو البيضة، برضو لسه بنتكلم في البيضة لما تيجي البيضة تنقر ما تفتحش البيضة. في ناس بتفتح البيضة وتحاول تساعد الزغلول. اقول لك على طريقة انا بعملها، ما بفتحش بيض، انا ما بفتحش بيض واساعد الزغلول واخرجه. ليه؟ ممكن اجي افتح الاقي دم، كون انا حسبت غلط، الحمامه ما رقدتش على طول في نفس الوقت. في حمامه ممكن تقعد يومين وبعدين ترقد فبتتاخر فأس البيضه، او في حمامه بترقد على طول، فالموضوع ده بيختلف. ممكن البيضه تفضل نقره مكسوره كده يومين 3، فاجي افتح الاقيها نزلت دم، يبقى انا اتسببت في موت الزغلول. طب امال اعمل ايه لما الاقيها نقره؟ انا بطلع مرتين في اليوم، فبجيب بخاخه زي كده، اقوم رشيشها شويه ميه كده بس، واقوم حاططها تاني للحمامه ترقد عليها. بس ده اللي انا بعمله مرتين في اليوم اهوت كده، حتى لو قعدت تنقر 3 ايام لحد ما تفقس، واقوم حاططها تاني للاهالي. او ما فيش عندك بخاخه، بلها بقى في شويه ميه عادي، حطها في كوبايه ميه وطلعها بسرعه، واقوم حاططها تاني للاهالي. ما تخافش عليها، مش هتبوظ ولا هيجرى لها حاجه. انا بعمل كده. ده بيعمل ايه؟ ان انت بترطب البيضه، بتساعدها انها تفقس بسرعه. وده اللي بيعمله مزارع الفراخ او الفقاسات بتحط البيض في الفقاسه قبل الفقس في اخر 3 ايام، بيرفعوا رطوبه البيض في الفقاسه، بيرفع الرطوبه في الفقاسه يعليها، او يرش البيض ميه زي زمان في الفقاسات البلدي القديمه كانوا بيرشوا البيض ميه زي ما انا برش كده بالظبط. تمام؟ يبقى ده هيساعد على ان الزغلول يفقس بسرعه لوحده من غير ما انت تفتح له، بيساعده ان هو يخرج بدون ان انت ما تخسر بيض ولا ان انت تقشر البيضة وتبوظها. ويبقى كده سهلت على نفسك حاجة. يبقى كده هنخش على الحاجة التالتة بعد فأس الزغاليل. لو فقس عندك زغاليل والاهالي مش بتأكلهم او اتأخروا في التأكيل، او حد من الاهالي مريض، المهم انت عايز تلحق الزغاليل دي تأكلها، بيسهل عليك جدا جدا ان انت يكون عندك المبسم السيليكون اللي زي ده اهوت. يا رب يكون واضح. مبسم السيليكون ده بيركب على اي سرنجة ابتداء من 3 سم دي، او حتى لو عايز 1 سم، المهم يكون فيها الجزء ده.
يكون فيها الحته اللي بيركب فيها مكان السن، بتشيل السن وتركب مكانه المبسم السيليكون ده اهو. تمام اهو كده. خلاص بيركب على اي سرنجه 3 سم 10 سم 5 سم 20 سم زي ما تحب، وتشد بالسرنجه اللي هو الميكس اهو. الميكس اللي هو عباره عن ايه؟ الميكس ده اهو. طبعا في انواع كتير من الميكس. الميكس ده بيكون عباره عن حبوب مطحونه مضاف عليها اضافات خمائر ادويه. كل شركه وليها السر بتاعها يا جماعه. في انواع غاليه جدا، حتى في انواع مستورده الكيلو ب 800 جنيه وب 1000 جنيه يعني. لكن في انواع مصر محترمه جدا برضو، وفي شركات بدأت تكتر في الموضوع ده. فمهم جدا جدا ان يكون عندك ميكس يصلح للزغاليل اللي هي من عمر يوم. تمام. بتحط عليهم شويه ميه وتسحب بالسرنجه وتاكل زغلول. هنجرب كده. اهو يا جماعه حطيت عليهم شويه ميه اهو، نقلبهم. مبسم السيليكون بيسهل عليك العمليه دي جدا جدا جدا. لو انت مش بتعرف تاكل هتعرف تاكل. اوريك الطريقه برضو دي. طبعا المبسم السيليكون ده بتحتاجه لحد مثلا نقول الزغلول لما يبقى اسبوع، من عمر يوم حتى عمر اسبوع. لو قلنا مثلا ده زغلول عمره 5 ايام، لان مفيش قدامي الوقت الزغلول اللي هو من عمر يوم اهو. بتجيب المبسم السيليكون تدخله زي ما انا ماسك كده بالظبط. فاتح المنقار ازاي اهو، نقرب شويه كمان اهو. شوف فاتحه ازاي، حاطط صوابعي في النص كده افتح اهو. تمام واضح. ادخل المبسم السيليكون جوه زورها كده اهو، وافضي بس كده. والزغلول الصغير طبعا تقطيع على قده الزغلول بعد الفأس يا دوبك ياخد سنتي من دي. كل ساعتين مثلا ممكن تأتي سنتي، كل 4 ساعات تأتي سنتي. ده في حالة إذا الأهالي ما بتأكلوش. لكن يعني إيه، ترجعه برضه للأهالي. هرجع ده للأهالي برضه، لازم الأهالي ترقد عليه عشان تدفيه. طيب هتحتاج إيه كمان في موضوع التأكيل اليدوي؟ مهم جدا الحكاية دي. لازم تكون عند كل غاوي حاجة بسيطة جدا، هي السرنجة اللي أنا دايما بحب استخدمها في التأكيل اليدوي. دي للزغاليل الكبيرة يا جماعة. دي سرنجة 50 سنتي. تمام اهو. طب ايه اللي انا عامله الكيس ده؟ ايه الكيس ده اهو، شايف ده؟ دي كانت كل شويه تبوظ الجلده. الكاوتشه دي الاقيها اتخلعت، اجي اشد كده الكاوتشه ما تخرجش من هنا، وباظت السرنجه وترمي السرنجه. فلما ربطتها بالكيس ده وقمت عامل عقده هنا، خلاص ربطت، دي اصبحت ممسوكه في الكيس. الكيس ماسكها في دي، بتحافظ على نظافه السرنجه وبتحافظ برضو على الكاوتشه دي انها ما تتخلعش. فالسرنجه هتعيش معاك اكبر وقت. تمام. يبقى لازم تكون عندك السرنجه دي. تمام اهو. كده خلصنا 3 حاجات. الحاجه الرابعه اللي بقول لك عليها ودايما بتتعب الناس، غسل الطواجن. الطاجن ده شوف ازاي ترجعه كده جديد. ده بقاله عندي 2 3 4 مش فاكر بالظبط. شايف عامل ازاي؟ ده من ايه؟ بقى جديد تاني اهو. ازاي؟ الحكايه دي بعملها ازاي؟ الحكايه دي عملتها لما كان الحمام عندي تعبان. انا عندي برميل كبير بملاه ميه، او عندك اي جردل، زي كده تحط فيه ميه وعليه غطا او غطيين من الكلور على حسب حجم الجردل او البرميل اللي هتحط عليه. يعني ده مثلا حط له 3 غطيان او 4 غطيان مع الميه، وتملى ميه. وتجيب اللي هي الطواجن اللي مش نظيفه او الزغاليل تعبانه عامله فيها اسهالات، وتحطه في الميه وتبيته. تحط الميه وتبيته لتاني يوم. وما تنساش تغطي ده عشان الحمام ما يشربش ميه بكلور. تمام. او ابعده بعيد عن الحمام عشان الحمام ما يشربش ميه بكلور. هتصبح تاني يوم اما بات في الميه تشيله، تعمله كده، تلاقيه نضف بقى جديد زي ما انت شايف كده. تاخده زي ما هو كده، تحطه في الشمس بره عندك في مكان فيه شمس، تبيته كده، الشمس تيجي عليه من هنا. خلاص يبقى هو اتصفى من هنا من جوه،
والشمس جت عليه من هنا، يبقى الكلور طهره وعقمه، والشمس كمان ساعدت في التطهير والتعقيم، واصبح جديد زي ما انت شايف كده. ده هيسهل عليك جدا جدا موضوع نظافة الطواجن والسقايات الفخار حتى والبلاستيك كمان. موضوع الكلور في تبيته في الميه. طبعا هيبقى عندك طاجن زياده، تاخد اللي مش نظيف وتحط مكانه واحد نظيف وتبدل، يعني يبقى في حاجه في الشمس وحاجه تحت الحمام. يبقى كده سهلت على نفسك جدا جدا موضوع التنظيف. رقم 5، الحاجه رقم 5 ان انت الزغلول قبل ما تفطمه. كلنا لما بنفطم الزغاليل وعايزين نربيها لحد ما تكون الزغلول ده يبقى شاب، ولما بنيجي قبل ما نشغله عايزين نعرف عليه كام ريشه، فممكن نتلخبط، او في ناس ما بتعرفش تعد الريش فممكن تتلخبط في موضوع عد الريش. هقول لك على طريقه سهله جدا جدا هتسهل عليك الموضوع ده. قبل ما تفطم الزغلول، اجيب زغلول كده عشان اقول لك. ده زغلول اهوت، المفروض ان هو نفطمه خلاص. الزغلول ده طبعا كنت عامل فيديو لعد الريش، ناس كتير اللي ما كانتش بتعرف تعد الريش عرفت تعد الريش. الزغلول بيكون او اي حمامه بيكون فيها 10 ريشات اتجاههم للخارج كده اهو، هتلاقيهم مقسومين باصين لبره كده. بص اتجاه الريش دول باصين لبره، ال10 دول لو عديتهم هتلاقيهم 10. دول اتجاه الريش لبره وده اتجاهه للداخل. واضح كده؟ يا رب يكون واضح اهو. شايف لفه الريشه من طرف الريشه؟ دول لبره ودول لجوه. فانا باجي امسك الزغلول كده واقص، هقص ال10 اللي بره دول قص خفيف، يعني مش قص ان يمنعه من الطيران، قص كده خفيف، اللي هم ال10 اللي باصين لبره دول اهو. دخل مقص اهو، يعني قص كده علامه، مش بقصه، بعلم الريشه ان هي الريشه دي رايح منها حته ابقى انا عارفها تاني. هقول لك دي سببها ايه، هقول لك دي هتفيدك في ايه. هوري لك دلوقتي حمامه شابه نفس الحكايه، عليها ريشتين او عليها 3 او عليها 4 لسه معرفش، بس هتعرفها بكل سهوله. هتعرفها ازاي بقى؟ الريش ده بيتبدل، ال10 ريشات دول هيتبدلهم. اول ما هيقع الريشه اللي جوه دي، فانت تبص للريش اللي هو لسه مقصوص ما تبدلش، هتعرف ان هو ده لسه عليه كذا، مقصوصين جاهزين اهم. الريشه اللي جوه هتبص تلاقيها اصبحت سليمه زيها زي دي، اللي بتتبدل بيطلع مكانها ريشه سليمه غير الريشه اللي هي انا قاصصها دي. هوريك برضو على حمامه انا قاصصها من زمان اهو. ده فرد برضو حمام لحم، كنت انا قاصه في نفس الحكايه دي من زمان. شوف الريش اللي اتبدل، انت من نفسك هتعرف لسه باقي كام اهو. كلهم اتبدلهم، باقي ايه اللي لسه مقصوصين اهم. كده وصلتك الفكره؟ خلاص بقت سهله اهيت. يبقى زي ما وعدتك الحاجات اللي بقولها لك دي كلها هتسهل عليك تربيه الحمام. اللي ما بيعرفش يعد الريش هيعدهم، يبص للي لسه ما طلعتش كده يعرف لسه عليه كام. طبعا احنا عارفين الريشه 15 يوم لسه، يعني ده لسه قدامه شهر ويشتغل تمام. وما تشغلش بالك بقى ان كان ذكر ولا انتايه، تشغلش بالك، هو لما يجي يتزوج هتعرف اهو. باقي عليه ريشتين. اشوف واحد كمان برضو، ده واحد تاني برضو انا قصه. تعال نشوف كده اهو. الريشه الصغيره بدل ما تقعد تدور على الريشه الصغيره عشان تعد من بعدها، لا، هو الريشه اللي طولت خلاص اهي، تبقى احنا عرفناها. الريشه اللي اتبدلت بتطلع ريشه سليمه مكانها تمام. الريشه اللي انا قاصصها لسه. نشوف كده الريش اللي لسه. ده 1 2 3 4 5 6 7. انا عرفت ان هو لسه عليه 7 اهو، اللي هم لسه مقصوصين، طرفها مقصوص كده. وعلى فكره مش بتمنعه من الطيران ولا حاجه، يعني ما تقصش كتير، قص طرفها بس، ان انت ما تمنعوش من الطيران. يبقى كده بتسهل على نفسك ان انت تعرف بقي عليه كام من غير ما تدور على الريشه الصغيره اللي في النص دي، لان لازم تقعد تدور عليها واحيانا تكون مش باينه، تقعد تدور عليها وتتعب على ما تعرف عليه كام ريشه. تمام. يبقى كده سهلت على نفسك جدا جدا ان انت تعرف ده باقي عليه قد ايه. طبعا 7 ريشات يعني 3 شهور ونص لسه عليه ده عم يشتغل ان شاء الله على الشتاء وانتم طيبين. الحاجه السادسه الدبله الكليبسي دي. لو انت مربي تربيه سايب هتحتاج الكليبس ده. الكليبس ده اهو واضح عليه ارقام، في منه كل الالوان، ابيض دي ابيض، اخضر، احمر، اصفر، كل الالوان هتلاقيها موجوده، بنفسجي. المهم استخدامها في ايه الدبله دي؟ انت مربي حمام سايب في اوضه زي كده، ما انتش عارف مين الذكر ده من النتايه دي،
هتعلم كل جوز من ده. هتقول لي انا هعرفهم ازاي يا عم الحاج؟ الحمام سايب في الاوضه، امسكهم ازاي؟ هقول لك تعرفهم ازاي. معروف ان النتايه بترقد بالليل وبترقد معظم اليوم. الذكر هتلاقيه راقد الظهر، ضروري هو اللي هتلاقيه اذان الظهر هو اللي راقد على البيض الذكر. تمام. هو المفروض ان هو بيرقد من الساعه 10 الصبح للساعه 2 الظهر، ممكن يزود شويه للعصر او كده يعني، بتختلف شويه من ذكر لذكر. لكن هو الظهر هتلاقي الذكر راقد، ضروري هتلاقي النتايه هي اللي راقده بالليل. فانت هتيجي تروح ملبس النتايه دبله رقم 1 كليبس فك وتركيب، تقوم تككها كده، تسمع تكتها كده قفلت على الرجل اهي، خلاص قفلت. وعلى فكره تقدر تفتحها في اي وقت تاني، تقدر تخلفها كده وتقوم فتحت اهوت اهي، وتقدر تقفلها كده. اسمع تكتها، اسمع كده تكتها. تمام. يبقى الدبله دي تعلم كل ذكر وانتهته، عشان لو اتطلب منك جوز للبيع، بتبيع حمام شغال، تقدر تطلع الجوز الحمام ده، تقدر تتابع الحمام كل جوز. فرضنا نتايه تعبت عايز تاخد ذكرها ما انتش عارفه، ماتت او ذكر مات، تقدر تاخده بالطريقه دي. لما تلبس كل جوز دبله 1 و2 جوز، 3 و4 الجوز الثاني، 5 و6 الجوز اللي بعده، وهكذا. هتبقى عارف عندك كم جوز شغال، هتبقى قادر تتابع الحمام، ما يبقاش عندك ذكر زياده. تقدر ساعتها تشوف الذكور الزياده اللي هي لو ذكر زياده بيكسر البيض، بيموت الزغاليل، بيضرب الزغاليل او بيضرب الاهالي، يمنعها ان هي تاكل الزغاليل، فتلاقي زغاليل ضعيفه بسبب ان ذكر بيجي يعكسهم وقت التاكيل، بيضرب الذكر وقت التزاوج على النتايه ويروح ضربه. فمشاكل التربيه السايب كتير، تقدر تحلها بالكليبسات اللي هي الدبله الفك والتركيب دي. طبعا انتوا عارفين رايي في التربيه السايب والتربيه في سلاكه. التربيه في سلاكه لو انت مربي 3 جواز في سلاكه احسن من 10 أصوص على السايب. انا بقول لك من حيث الفايده، هتاخد منهم فايده احسن ما تاخد من 10 على السايب. ليه؟ دول هيكونوا مركزين، مفيش حد بيضرب حد، مفيش معارك، بتحط لهم الاكل لوحدهم. زائد في حاجه كمان، لو فرد حمام تعب في السلاكه هقدر اخده واعزله، ما ينقلش العدوى وينشر المرض في وسط كل الحمام اللي هو السايب في وسطه. ليه؟ الحمام السايب كله بياكل من مكان واحد وبيشرب من مسقه واحده. تمام. لكن في السلاكه له الاكله بتاعته وله السقايه بتاعته، بيشرب من سقايته وبياكل من اكلته، فصعب ان المرض ينتشر. فالمرض هيكون على قد، يعني عافانا الله واياكم، ان هو هيكون على قد الجوز بس اللي هو في السلاكه. فتقدر تعزل، تقدر تعطي علاج فرداني لكل الفرد اللي تعبان لو هتعطي مضاد حيوي، وتقدر تعطي الفرد التعبان. لكن في السايب لو فرد تعب لازم تعطي المجموعه كلها. فده هيريحك جدا جدا في موضوع ان انت تعرف الحمام السايب تعلمه، هيحل لك مشكله كبيره جدا. لكن طبعا مميزات التربيه في سلاكه وعيوب التربيه السايب محتاجه فيديو لوحده عشان نتكلم عن كل الحاجات يعني. اخر حاجه اللي هي رقم 7، لو انت مربي في سلكات وبتستخدم السقايات دي، السقايه الاوتوماتيك اللي بتيجي شغال بيها بالخراطيم اللي بتكون متوصله دي. الخراطيم دي على فكره انا لاغيها اهو، الخرطوم بيركب هنا كده وبتتعلق في الكفر ده. هجيب لك واحده كده، اقرب لك واحده. ده الكفر اللي بيركب عليه السقايه دي، هي بتركب كده. ده او الحافظه بتاعتها بيسموه الكفر او الحافظه بتاعت دي. ليه؟ دي بتركب هنا في المكان ده، شايف المكان ده اهو، بص حاول كده. هي ممتازه جدا لكن فيها عيوب بتتعب المربين. الخرطوم بيركب هنا ودي بتتملى ميه، ساعه ما تتملى ميه الميه ضغطتها كده تقفل الميه، ما عادش ينزل ميه. تمام. هي ممتازه جدا، لكن العيوب اللي بتقابلنا كلنا، الخرطوم اللي بيركب هنا ده احيانا بيتسد، او حتى لو ما بيتسدش اما بتحط ادويه في جردل الميه بتنزل في الخرطوم وتعمل رواسب، فبيكون صعب ان انت تنظفها. فانت محتاج تملى كلور وتنظف الخراطيم بتاعت الميه. تمام.
او الخراطيم دي بتخر ميه، الخراطيم دي غالبا بتحطها والناس كتير بتعاني منها، تصبح تلاقي ميه على الارض نازله او مسقه مش واصل لها ميه، فيها مشاكل بتقابلنا يعني. طيب حد يقول لك انا استغنيت عن دول، استغنيت عن المسائل الاوتوماتيك، هيقول لك استغنيت عن المسقه الاوتوماتيك وبستخدم المسائل الفخار. طيب المسائل الفخار في حمامه بتبقى رزله ما تحبش تعمل غير فيها، تتبرز فيها، لازم في حمامه تانية نظيفه، في حمامه تانية رزله ما بتعملش الا هنا. تمام؟ ده بيقابلنا كلنا، لازم نكون عارفينها، بنناقش المشاكل وحلها كل ده عشان نسهل على بعض. طيب انا عملت ايه؟ اخر حاجه عملتها انا استخدمت الكفر ده، شلت منه المسقه، شلت منه السقايه ولغيت الخراطيم خالص، وبقيت املى ديت ميه. دي بتاخد ميه كتير تكفي الجوز الحمام ومعاه الجوز الزغاليل بتوعه، حتى لو جوز الزغاليل كبار. شوف هنا تاخد لغايه هنا ميه المسافه دي. تمام كده اهو. لما تاخد هي المسافه دي اهو، من هنا كمان المسافه دي تاخدها ميه، ما شاء الله مقاسها المربع ده حلو يعني، مش عايز اقول لك تاخد نص لتر او يمكن اكتر من نص لتر. تمام اهو. استخدمتها في الميه. برضو غسيلها نفس غسيل المسائل الفخار والطواجن، سهل جدا. تشيلها تحطها في الماء بالكلور وتمشي ايدك عليها كده تنضف. هي عيبها انها بتزفلط بس من جوه برضو كده لو انت عطيت الدواء، لكن غسيلها اسهل من غسيل الخراطيم من جوه. تمام؟ يبقى انا دلوقتي بستخدم السقاد. دي الحاجه السبعه اللي انا قلت لك عليها. الحاجات اللي قلت لك عليها ديت كلها سهلت عليا كتير ان انا موضوع تربيه الحمام. دايما بندور وبنطور نشوف الاسهل لينا نعمله، مش شرط ان انت تتمسك بشيء، اعمل وفكر ودور على الجديد. وين لقيت حاجه حضرتك بتعملها احنا ما بنعملهاش اكتبها لنا في تعليقات، نستفاد كلنا مع بعض، احنا كلنا عيله واحده، الكل يستفاد. بس كده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.